امبارح كلنا قلبنا اتخلع من مكانه. امبارح مفيش حد سمع وشاف اللي حصل غير ودموعه نزلت غصب عنه. راجل بقاله 7 سنين عنده شلل رباعي، قاعد على كرسي غريب، مش ده نايم على الكرسي، داخل الكنيسة وهو مشلول. خرج وهو بيجري على رجليه من فرحته، بيجري. 7 سنين قاعد على كرسي، رفع ايده لربنا كم مرة، ما يقسش 7 سنين ما يقسش. وامبارح في النهضة بشفاعة السيدة العذراء مريم تتم المعجزة. كلنا بكينا لان كلنا عندنا حاجات بنرفع ايدينا لربنا علشان تتم. حاجات في حياتنا محتاجة المعجزة. كم وكم من حالات زي كده واكتر من كده، والطب فيها قال مستحيل، لكن عند ربنا مفيش حاجة اسمها مستحيل. مفيش حاجة عند ربنا اسمها مستحيل. انا عارف ان بعض الكومنتات اللي جات لي وبتجيلي وهتجيلي على الفيديو ده، اصل مش عارف كذا، اصل مش عارف ايه. دي مشكلتك انت، انك ما عندكش ايمان. دي مشكلتك انت. مفيش معجزة بتتم غير بالايمان بتاع اللي طالب منها. دي مشكلتك انت، مش مشكلتي انا، مش مشكلة اللي حصلت معاه المعجزة. في حاجة اسمها الايمان. انت بتطلب من ربنا ولازم يكون عندك ايمان. يعني اطلب من ربنا ان الدنيا تمطر وانت رايح خد معاك شمسية. هو ده الفرق ما بيننا وما بين الراجل ده، ان عنده ايمان. ربنا بيدي للي عنده ايمان. مشكلتك انت مش مصدق، ده موضوعك انت. هنا يكمن الايمان. اليومين دول موسم اللي عنده طلب من السيدة العذراء مريم، عنده طلب من ربنا بشفاعة السيدة العذراء مريم هتتم. لو تشوفوا الفرحة بتاعت الراجل ده وهو بيجري، شاف حاجة محدش شافها غيره. عشان كده جري، قام من كرسيه. مريض بيت حزدة ده، قم احمل سريرك وامشي. قوم احمل سريرك وامشي. بعد 7 سنين وهو عايش في المرار ده. 7 سنين وهو قاعد على الكرسي. ناس بتقول كان خادم في الكنيسة. 7 سنين. ده انا اوصل لمرحلة الزهق. ايماني انا اوصل لمرحلة الزهق. 7 سنين ويجي امبارح قدام الناس كلها. الحمد لله احنا في عصر التكنولوجيا. يعني المعجزة بتبان، بنشوفها قدام الناس كلها. وكأن ربنا بيقول لسه احنا في زمن المعجزات. اطلبوا شفاعة القديسين يا جماعة، اطلبوا شفاعة القديسين. ايمانك ما يقلش. اهو 7 سنين ما كلش ولا مل. المعجزة قدام الناس اهو. كلنا بكينا لان كلنا عندنا طلبات، وكلنا عندنا مشاكل، ونفسنا في معجزة في حياتنا زي كده. مشاكل ما تحلهاش غير المعجزة، مشاكل عويصة في حياتنا. اطلبوا من الست العذراء يا جماعة، اطلبوا من ربنا، اطلبوا شفاعة الست العذراء. ما تسمعوش لكلام الناس، سيبكم من الناس ما بتنفعش حد. اللي يفضل يقول لك ويضعف في ايمانك، يقول لك ما فيش حاجة زي كده، ما فيش حاجة تحصل. ما اهو قدامك اهو، لايف قدامك اهو. في معجزات كتير جدا احنا ما بنسمعش عنها لان اصحابها ما بيتكلموش ويقولوا. المعجزة دي للناس كلها. ربنا عايز اقول ان احنا في زمن، لسه زمن المعجزات. اطلب انت بس بايمان. انا بشوف زباين بتركب معايا ولما بيعرفوا ان انا مسيحي بيقول انا شفت العذراء، ويكونوا من اخواتنا المسلمين. العذراء عملت معايا معجزة. استغرب قوي. انا ما بتحصليش المعجزة وبيحصل مع اخواتنا. هي اللي بتختار وبالايمان
الناس عندها ايمان. احنا في زمن المعجزات، زمن المعجزات ما خلصش مهما الدنيا طالت بيك. لو كانوا قالوا الدكاترة ان ممنوع وما عندناش حل، لكن ربنا عنده الحل. انت يا اللي نفسك في طفل، موسم اليومين دول اطلبي شفاعة الست العذراء. يا اللي عندك مشكلة، يا اللي الدكاترة قالوا لك ما ينفعش، اطلب شفاعة الست العذراء. ده موسم يا جماعة. وما تسمعوش للناس اللي مش قادرة تصدق. في ناس عايشة معانا ما عندهمش ايمان. خلي انت عندك ايمان.